ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ معاكم فرنسك سوديا فيديو جديد. طبعا اسف يا اخواتي على التاخير، واسف لو في حد بيكلمني على الواتساب ومش برد والله يا جدعان انا بمتحن اليومين دولت، حتى انا اتاخرت بقالي يومين المفروض انزل او 3 ايام. والله العظيم مش بنزل عشان اول حاجه الامتحانات وكليتي وكده، وتاني حاجه تعبان شويه. تمام. بالنسبه للناس اللي بتخش لي واتساب ومش بعرف ارد عليها، والله العظيم ما ببقاش فاتح واتساب. الواي فاي شغال بس انا مش ببقى فاتح واتس. يعني مش بمسك الفون اساسا. تمام. ناس كتير بتخش تقول لي انت متكبر، انت مش عارف ايه، وتقل ادبها. يا جدعان وربنا انا مش بفتح واتس، ولما بفتح برد على الناس اللي ربنا يعني على قد ما بقدر ارد على 10 20 30 40 شات. اكيد مش هرد على، يعني يا جدعان انا عندي اكتر من 4500 شات، ارد على مين؟ طيب انا النسخه عندي بتتحرق من ضغط الناس اللي بتخش، اقسم بالله ما مش بعرف ارد. برد على قد ما بقدر، 40 في 40 30 في 30، فده غصب عني. تمام. اسف لاي حد. النهارده نسختي فيرجن 79 جنب المتجر، هتنزل جنب اي نسخه جنب اي نسخه عندك حزمه اس ام واتساب. تمام. انا اعمل لكم اي حزمه اي كلام كده جنب المتجر عشان تنزل جنب اي حاجه، يعني لو عندك 100 نسخه دي تنزل جنبهم. تمام. مش هيجيب لك التطبيق ليس مثبتا، وهنزل لك فيديو بكره او النهارده تاني طريقه حل مشكله التطبيق ليس مثبتا. تمام. طريقه سهله يعني. هنفتح يا اخويا النسخه، جايب عامل لكم بالشكل ده. طبعا كده حاجه مرعبه جامده يعني. اخويا الشجاع طبعا الديزاين مش هتكلم عنه، ده شكل الشاب بتاع النسخه مبدئيا كده، وده التذكر. تمام. تذكر اهو. تمام كده. انت عايز ترمي دوس هنا هترمي. تمام كده التذكر شغال، وده شكل النسخه الشات يعني وكده. حاجه جامده جامده خالص يعني. يا رب تعجبكم. نرجع. بص يا جدعان، انا حاطط لك 2 اعدادات. الاعدادات العاديه ندوس من هنا تجيبها، واعدادات بتخش هنا اعدادات عادي تجيبها. وكمان في حد من السعوديه قال لي افصل زراير الفيروس عن الخصوصيه، انا عملت كده. دي الخصوصيه لوحدها، اخفاء اخر ظهور، واخفاء صحين الزر. وهنا اعدادات الفيروس كلها لوحدها. دي اعدادات الفيروس كلها شغاله. تمام. هنا اللي هي الاعدادات الاضافيه زي التقديم تلقائي وادمن فيك وتمكين النص قبل الاختيار. لما بتدوس هنا وتدوس على اي كلمه مرتين تنسخ جزء صغير من النص. تمام. هنا حظر الصور، يعني اي حد بيبعت لك صوره او اي فيروس صوره بتحذر الصوره مش بتظهر. تمام. مش هتهنج منها. تمام. ونرجع هنا مسح اللي هو مسح تخزين النسخه اللي هو كلين كاش. تمام. هتدوس هنا هتجيب لك كل تخزين النسخه، تدوس هنا بتمسح كده. تمام. وهنا نفس الحوار على حسب الاندرويد بتاعك. نرجع هنا 3 دي افكت اللي هو ايه شكل الحركات 3 دي بتاعت الواجهه وكده. نرجع تاني. هنا ال 3 دي بتاع شاشه الستوري وشاشه الجروبات. تمام. يعني مش هقول لكم الكلام ده انتوا عارفينه طبعا. هنا الستايل بتاع الواجهه، لو انت عايز تغير تخليه ستايل بقى اللي هو اون ستايل بلس ستايل اللي هو زي ستايل اللي هو الايفون واي او اس وكده. تمام. نرجع هنا الميزات الاضافيه. انا الكلام ده انتوا عارفينه في كل نسخه بس لازم اوريه لكم. هنا اللي انت تغير شكل الريكورد بتدوس هنا، لازم تفعل واحده بس، ما ينفعش تفعل كله مع بعضه. تمام. يعني تفعل دي بس، مش عايز دي ارجع وفعل دي، مش عايز دي ارجع وفعل دي. تمام. بشكل الريكورد يبقى بالشكل اللي انت شايفه ده ليك واللي قدامك. تمام. نرجع. تمام يا اخواتي ده السمات، وهنا انا معرب لكم الحاجات اللي انتوا ممكن تستخدموها. تمام. نرجع. ده شكل كده الاباوت كده. تمام. الانسكسوديا انا بشرح بسرعه طبعا عشان ايه في نفس الوقت انا عايز اقفل عشان ورايا مشغول وكده، وقلت اشرح النسخه. اصلا ما كنتش ارفعها النهارده بس لازم ارفعها عشان ريتش القناه ما يقعش. طبعا يا اخواتي انا الوحيد اللي مش بطلب منكم دعم ولا بطلب لايكات ولا بطلب اي حاجه، بس على فكره انا مش لاقي اي حاجه تشجعني ان انا اعمل اي حاجه. يعني طريقه ازاي تجيب انترنت لنفسك كنت هرفعها بس مش لاقي دعم. طريقه يعني ان انت تعمل هاك بابجي لنفسك في نص ساعه برضو كنت هرفعها ومش هرفعها عشان مش لاقي دعم. ان انت ازاي الطريقه الصحيحه لعمل سبام رسائل غير الهبل اللي انتوا عارفينه ده كله. الطريقه الصحيحه اصلا ان انت في طريقه معايا تبعت 1000 رساله المكتوب فيها انت اللي تكتبه. تمام. ابلكيشن انا عامله مخليه عندي. وكمان يا جدعان فيها معايا ابلكيشن، بص يا اسطى، برنامج تلغيم بيلغم اكواد
الحاظر بيلغمها ازاي؟ البرنامج ده بيبقى جواه مثلا 60 70 رقم، تمام، من دول مختلفه، مش انا اللي بحطهم، ده بيبقى ناس حاطط ارقامها بالغلط. بحط كود، اي كود ممكن الغم لك كلمه، تمام، عادي، وبتدوس تلغيم بتتلغم، وبتحذر بيها اكونتات عادي، قصدي يعني ارقام واتساب عادي. وفي كمان تلغيم كود حظر اكونتات انستا شغال وموجود، تمام. يعني في حاجات كتير، بس انا مش برفع حاجه عشان مش لاقي دعم، والله ما لاقي دعم، تمام. ده شكل الستوري، بترفع ستوري عادي، بس النت عندي ضعيف فمش بتحمل الستوري، تمام. ندوس هنا وتسرق والكلام ده انتوا عارفينه، تمام. هنا بترفع ستوري ممكن، بس لا احنا بس عشان الصور اللي عندي وكده خصوصية طبعا. تغيير شكل لون الستوري، تغيير شكل الكلام، مثلا نخلي الكلام احمر، لا الكلام هنا احمر، سوري، اسود، ماشي، تمام، اللي انت عايزه، تمام كده. النسخة ما فيهاش الهوا. والناس اللي بتيجي تقول لي النسخة فيها غلط، يا جدعان عيبكوا اندرويد. يعني في واحد جاي لي راماته مش محصلة اتنين رام، وعايز يشغل عنده نسخة ما بتشتغلش غير من 8 رام وانت طالع، قصدي من اندرويد 8 وانت طالع، والاندرويد بتاعه اقل من 8. يعني انت العيب مش من عندي والله، العيب من فونك. وفي ناس اندرويد يعني تليفوناتها عاليه يقول لي يا اسطى النسخه دي في حاجات مش شغاله عندك، اي حاجه النسخه فيها اي حاجه، خش على الاعدادات عندك، خش على تطبيق النسخه، اديها كل الصلاحيات، وخش على النسخه، وخش هنا كده، وخش على السمات، وهتلاقي هنا ريستارت، اعمل اعاده ضبط، تمام كده، تمام كده. بعد ما تعمل اعاده ضبط يا زميلي، ارجع عادي، استخدم النسخه وفعل اللي تفعله، واعمل كده اعاده تشغيل، تمام. النسخه هتفتح معاك ولا هتلاقي اي حاجه غير كده، مفيش عيب، مش هتلاقي اي عيب. الكلام ده طبعا ناس كتير المفروض تبقى عارفاه، بس يلا حصل خير، تمام. اللي يحتاج حاجه يا اخواتي يخش لي على الواتساب، وانا والله ربنا يقدرني واعرف ارد على الناس كلها، تمام. سلام يا اخواتي.